Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. خلصت امتحانات اسبوع، اقسم بالله لا اتمنى قد اعدائي، يعني بعيدا عن امتحانات الدكاتره اللي مالهاش علاقه بالمنهج ولا بالواقع حتى ديت. وحشتوني يا جدعان، اقسم بالله وحشتوني. فكره ان انا بعيد عن القناه يعني فاهموا في عز ذروتها كده، يعني واحنا في دعم جامد صراحه، والفيديو الاخير جاب 1200 مشاهده، فاهم يعني شكرا فشخ والله، انا مش عارف اقول لكم ايه. المهم انا رجعت لك، وزي ما كنت نزلت لك على الفيسبوك، طبعا انت مش متابعني على الفيسبوك فمش عارف انا نزلت ايه. انزل يا اسطى اللينك الفيس تحت في الديسكربشن، يعني انزل تابعني فاهم. المهم الفيديو ده انا بجهز له من اول ما فتحت القناه، يعني انا كواحد حرفيا بتنفذ فورس، يعني زي ما المهندسين بيتنفسوا ماستر التي والمعادلات الرياضيه، فانا بتنفذ فورس فاهم. يعني وانا في الفيديو ده هشرح لك كل حاجه انت محتاج تعرفها عن الشامبيون ده، وهقسم لك الفيديو برضه عشان يعني لو في حاجه معينه انت عايز تسكيب مثلا الحته ديت انت عارفها، فاهم، تروح الحته اللي انت عايزها. مع ان بصراحه نصيحه مني يعني كمل الفيديو للاخر، يعني كمل الفيديو للاخر مش هتخسر حاجه يعني. ومن غير ما اطول عليك خلينا نبدا. I faced terrors until I became one. بص، فاروس مصنف من شخصيات الماركس مان. الميج بيلعب بوت لين وبيلعب ميد لين اي بي، تمام. هشرح لك قدام في الفيديو الفرق بين الاي بي والاي دي. طبعا انا عارف ان انت داخل الفيديو عشان يعني اهم حاجه بالنسبه لك انك تعرف الفرق بينهم، فهشرح لك ده بيتلعب امتى وده بيتلعب امتى. بس خلينا اول حاجه نبدا بالباسيف. بس فاروس بسيط جدا، عباره عن انه بيشغل رشاش المتين، تمام، وسرعه ضرباتك بتزيد بنسبه 30% لما تقتل مينيون او وحش جنجل، وبتاخد 60% لما تاخد كلايه او اسيست، فاهم. ده بس ده فكره في بس في فورس. نيجي بقى للسكيلات اللي عامله قلبان ومخليه الناس مش عارفه تنام. فورس بيشحن سهم، او في مسمى اخر زنجر بالجبنه، وماشيه زنجر بالجبنه يعني. السهم ده بيتشحن من رينج 575 لرينج 595 حسب وقت الشحن. السهم بيعمل من 74 ل 111 فيزيكال دامج، وطبعا يعني من 20 لحد 170 دامج، زائد 115 من توتال اتاك دامج اللي معاك. ده حسب ليفل، يعني من 20 ده في الليفل الاول الكيو، 70 ده في الليفل الاول الكيو، فاهم، زائد 115 من توتال اتاك دامج اللي معاك حسب وقت الشحن، لحد ما يوصل من 30 ل 225 زائد 200 زائد 172 ونص من توتال اتاك دامج اللي معاك. بص، يعني لو ما تعرفش يعني ايه اي بي اساسي او 50% من مش عارف من كذا روح شوف الفيديو ده، هيظهر لك فوق في علامه الاي اللي فوق ديت، وهسيبه لك تحت برضه في الديسكربشن. شوف الفيديو ده وهتفهم كل حاجه. انا شرحت فيه البيز ستاتس او الاحصائيات الاساسيه بتاعت كل شامبيون. ففورس طول ما هو شاحن الزنجر بتاعه بياخد 20% سلو طول فتره الشحن، ودامج الكيو بيقل على كل واحد الكيو بتعدي عليه من 15 ل 33%. ولو ما ضربتش الكيو الوقت بتاع الشحن خلص وانت ما ضربتهاش بترجع لك 50% من المال اللي انت خسرتها. ده بالنسبه للكيو. بص احنا هنسكيب الدبليو مش هنشرحه دلوقتي، هنخش عليه على طول. اي فورس عباره عن ستار من الاسهم بتنزل في مكان محدد وبتعمل دايره في الارض. الدايره ديت اي حد بيمشي عليها بياخد سلو بنسبه 25%، وبتعمل جريفيوس وند، اي بمعنى ان اي حد بيمشي على الاي الهيل بتاعه بيقل بنسبه 40%. اللي بياخد من 70 لحد 100 بياخد 70 دامج لحد 205 من توتال اتاك دامج اللي معاك حسب ليفل الاي برضه. كل ده بتحاول ضربه فيزيكال دامج. نيجي للار بتاعت فورس بقى. ار فورس عباره عن ان هو بيرمي في وشك سلاسل من بتاعه 50 شيدو اوف جريدز دي تعرفها، وبيعمل عليك دامج يقدر ب 150 لحد 350 حسب ليفل الار، زائد 85% من توتال ابيليتي باور اللي معاك. وكل ده بتحول ضرب ماجيك دامج، وبتاخد روت لمده ثانيتين وما بتقدرش تتحرك فيهم ولا انت ولا اللي حواليك، لان اللي حواليك لو فضلوا في نطاق الدايره اللي الار بتعملها لمده ثانيه ونص بياخدوا نفس الروت ونفس الدامج، وبيتجمع عليهم 3 سكايب بتاعت الدبليو اللي احنا لسه هنشرحها بعدين. يعني كلكم بتتجمعوا عليكم 3 سكايب بتاعت الدبليو. ولو في حد خد روت واحد تاني على محيط الار، يعني مش جوه محيط الار، بره الار بس على قريب منه، الار بيتعمل لها ريفرش لحد ما تخبط في الخمسه كلهم زي ما واضح في الفيديو ده. يا اخي والله شرح سكيلتها الشامبيون اصعب من امتحان السوليد. نيجي بقى لاعظم سكيلات الفاروس واللي انت مكمل الفيديو عشانها اصلا، فاهم، وهتقفل بعد ما تسمعها. اوعى تعمل كده، فاهم، هزعل منك جامد كمان. بص، الدبليو مش سكيلايه واحده، هي سكيلايتين. فاروس عنده 5 سكيلات يا جدعان، مش سكيلايه واحده. المهم انت عندك دبليو ودبليو كيو، دول السكيلاتين بتوعتك، فاهم. اول واحده اللي هي الدبليو لها باسيف واكتف. الباسيف بتاعها بسم الله الرحمن الرحيم كده، لما تطور الدبليو في اول الجيم، يعني تفتح الدبليو، يعني الاوتو اتاك بتاعك هيطلع اي بي دامج واي دي دامج، الاثنين هيبقوا معاك. طب الاوتو اتاك بتاعك هيطلع 12
لحد 24 زائد 20% من توتال ابيليتي باور اللي معاك ماجيك دامج. الدامج ده بتاع الاوتو اتاك، تمام؟ ولو فعلت الدبليو او دوست على الدبليو يعني الدامج بتاع الاوتو اتاك ده هيتضاعف وهيبقى 24 زائد 40% من الابيليتي باور اللي معاك، تمام؟ ده الجزء السهل. نيجي بقى للجزء الصعب. لما بتطور الدبليو لاول مره الاوتو اتاك اللي انت بتضربه على الانمي بيعمل كوره، تمام؟ بتلف حوالين اللي انت ضربه لمده 6 ثواني. اخرك 3 كور يعني أو احنا مش هنسميهم كور بس هم هنسميهم استاكات. احنا هنقول بدل كوره استاك، تمام؟ فانت اخرك تجمع 3 استاك. لما بتجمع 3 استاك دول اي سكيلة تانية بعدها هتضربها كيو اي ار هتعمل ماجيك دامج يقدر من 5% عند اول ليفل للدبليو و5.5% عند اول تاني ليفل للدبليو زائد 1% لكل 100 ابيلتي باور معاك من توتال اتش بي اللي قصادك للاستكاله الواحده. انت معايا ولا جايب النهارده؟ طبعا انت فهمتش حاجه يعني، فاهم؟ انا ذات نفسي ما فهمتش والله، بس يعني بص انا هشرح لك عامل ايه دلوقتي. يا رجاله بص، زي ما انت شايف قصادك كده في الشاشه هي قصادي اقالي شامبيون كيوتا كده، كيوتا لطيفه حلوه اموره، فاهم؟ دلوقتي انا مش فاتح الدبليو، تمام؟ هطور الدبليو دلوقتي، شوف الاوتو اتاك بتاعتي بيطلع لو تلاحظ كوره كده بتلف حوالين اللي قصادك. طيب الكوره ده من غير اي ايتمز يا جدعان، ده انا مش شاري ايتمز، ليها بيس دامج، تمام؟ لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان بيقول لك ايه البيت دامج بتاعك، بيقول لك ايكوال 5% زائد 1% من الابيليتي باور اللي معاك. فدلوقتي الاستاكه ديت جواها 5% من الاتش بي اللي قصادك. الاستاكه اهي بيقول لك تارجت اوف ذا تارجت ماكس هيلث بير ستاك. يعني ايه؟ يعني شوف انا دلوقتي جمعت عليها استاكه اهي، استاكه تانية تالتة، وقمت فاتح الدبليو شحنت، شوف الدمج اللي عملته ده، خدت بالك من الدمج ده بيس دامج من غير ايتمز. طيب عشان استنى كده نعمل زيرو كول داون. فانت دلوقتي عندك شوف 85 ماجيك دامج، ده يعني دلوقتي طلعت 15% من الاتش بي بتاعه. طبعا الدامج ده قل ليه؟ لان هو معاه ماجيك ريزيست، لو خدت بالك هو معاه 41 ماجيك ريزيست فوق. فالفكره في ايه؟ دلوقتي عندك استاكه جواها 5% من توتال ابيليتي باور اللي معاك. طيب لو فعلتها دلوقتي جيت عملت ايه؟ اديت للفارس ليفل كمان وفتحت الدبليو عند تاني ليفل بقت بتطلع كام؟ 5.5%. في الاستاكه الواحده دلوقتي بتطلع 5.5%. لو فتحت دبليو شايف الدمج اللي عملته؟ ده دامج البيس دامج بتاع الدبليو بس. لو انا بقى اشتريت بقى اي بي، تعالى مثلا نيجي نشتري اي بي، احنا دلوقتي معانا 5.5، تمام؟ دلوقتي نشتري ايتم، هنشتري مثلا وليكن ديسكاب. فدلوقتي يبقى معانا مثلا، تعالى ناخد شويه جولد كده، نروح عند بتاع الشوب نقول له يا عمو محتاجين ديسكاب. شوف معانا كام؟ 6.7%، 6.7%. بتاخد 1% من الابيليتي باور اللي معاك. احنا معانا كام ابيليتي باور؟ معانا دلوقتي 161، يعني انا واخدين دلوقتي 1% من ال 161 دول. الرقم ده اللي هو تقريبا 1 يعني اتضاف على النسبه اللي هي كام؟ 5.5، بقت 6.7 و6 وكسور. فاهم؟ ده الباسف بتاع فارس، ده باسف الدبليو بس، ده السكيل بتاعك. انت دلوقتي بتسكيل، هشرح لك السكيل بيمشي ازاي، هشرح لك الارقام بتاعت السكيل. لو انت بقى جيت فعلت الدبليو، تعالى نجيب اقالي تاني معلش، بس تعالى اقالي، احنا مهزقينك معانا عارف يعني، فاهم؟ تعبينك معانا شويه. لو انت فعلت الدبليو بقى الدمج ده بيتضاعف، بدل ما هي 45 هيبقى مثلا هيبقى ضعف 145. شايف الدمج ده؟ طيب تعالى بقى نرجعها تاني، تعال شوف في الدمج بتزيد، الدبليو بتزود الدمج. نستفاد من كده ايه؟ ان الدبليو ديت هي محور فارس محورها حوالين الدبليو بتاعته. اهم سكيلها في فارس هي الدبليو، مش الار ولا كيو ولا الاي. الدبليو ما تفتحهاش، اوعى تفتح الدبليو غير لو انت عايز تقتل قصادك في اللين، فاهم؟ او لو هو دخل لك 1v1 اوتو اتاك كده، فاهم؟ افتح الدبليو. فالدبليو دي اللي هتكسبك الفايت، الدبليو دي اللي هتكسبك اي لين.
وهشرح لك ليه بقى هو فعلا شامبيون جامد والدمج بتاعه عالي فشخ قدام في منطقه السكيل. دلوقتي بما انك فهمت بقى، فاهم الدبليو بيتحسب ازاي والدمج بيتحسب ازاي، تعالى بقى اشرح لك الاي بي سكيلنج بتاعك بيمشي ازاي. بص يا باشا، انت عندك 100 ابيليتي باور، الدبليو بتاعتك هتطلع 22.5% من اتش بي الانمي، والدبليو كيو بتاعتك هتضاعف الرقم ده، هيبقى 45% من اتش بي الانمي. يعني انت اي نسبه عامه ما عندك في الدبليو، الاي الار الكيو لوحدها هتطلع 22% من اتش بي الانمي، النسبه بتاعت الدبليو عادي. لو ضغطت على الدبليو وشحنت السهم، انت الدمج ده بيتضاعف، بياخد 45% من انمي الاتش بي. تمام. زي طبعا الاتش بي، النسبه من الاتش بي اللي قصادك خسره، زائد بونص ماجيك دامج. عند من 300 اي بي ل 350 اي بي، الدبليو بتاعتك هتطلع من 28.5 ل 30% من انمي الاتش بي. الدبليو كيو بتاعتك هتطلع، والدبليو زائد الكيو بتاعتك هتطلع من 57% ل 60% من الاتش بي بتاع الانمي. عند 500 اي بي، الدبليو بتاعتك بتطلع 35% من الاتش بي بتاع الانمي، والدبليو كيو بتطلع 70% من الانمي اتش بي. عند 1000 اي بي بقى، فاهم اللي هو ده العظمه بتاعتك بقى، الدبليو بتطلع 50% من الانمي اتش بي، الدبليو كيو بتاعتك بتطلع 100% من مساحه اللي قصادك. يعني لو قصادك هيلثو 2000، انت بتطلع عليه 2000 دامج بالكيو. طبعا الدامج ده بيقل، يعني بيقل كتير، فاهم، بسبب الماجيك ريزيست، لان الرقم اصلا كبير، فالارقام دي انت مستحيل توصلها في جيم يعني عامه، فاهم. انت ممكن توصل 2000 دامج بتاع عادي، لكن انك تعدي ال 2000 دامج ده يعني انساها. في معلومه نسيت اقولها لك، ان انت لما بتجمع 3 ستاك على حد وتضرب كيو، كول داون الكيو بيقل على كل واحد انت بتضربه. يعني لو انت مثلا ضربت 2 متجمع عليهم 6 ستاك، انت الكيو بتعملها ريفرش. No mercy, no forgiveness. Mortal or monster, all will fall. نيجي بقى لطريقه اللعب بفاروس. بص يا باشا، فاروس يعني ملوش طريقه لعبه معينه. انت بتتكلم في شامبيون فاروس، يعني بيتلعب باي طريقه. فاروس عباره عن شامبيونات جوه شامبيون واحد. انت ممكن تلعب ابيلتي باور، تلعب اتاك دامج، تلعب تانك، تلعب فايتر. فعلا ممكن تلعبه تانك، يعني ده مش هزار، هو طلع دامج وتبقى تانك عادي، هتبقى احسن من ياسو. طبعا مش دامج اللي هو وان شوت جامد يعني، بس يعني هتبقى جامد فشخ يعني. بس كل تشامبيون من دول له طريقه لعب معينه. فيجي هنا سؤال، امتى العب اتاك دامج وامتى العب ابيلتي باور؟ بص يا صاحبي، لو انت تلعب اي دي سي، ولو انت شخص مبتدئ بفارس، يستحسن انك تلعب اي دي سي، ما تلعبش ميد، وتلعب اتاك دامج. ما تلعبش ابيلتي باور غير لما تتمكن من الشامبيون قوي. يعني ان الشامبيون ابيلتي باور يا جدعان صعب فعلا صعب. انت كومبواتك اصلا هنشرحها كمان شويه، كومبات كلها معتمده على الابيلتي باور. يعني انا مش هشرح اي كومبو للاتاك دامج، لان اصلا فارس اتاك دامج ملوش كومبوات. فلو مسكنا مثلا لسالكي فارس، فانت اللي مطلوب منك في اول لين، انت حرفيا بتقف تضرب كيوات. انت حاول تلعب سيف، استغل البوك اللي معاك، الرينج اللي معاك، انت معاك رينج عالي جدا. يعني انت تقف ورا التانك بتاعك تضرب كيوهات، فاهم. ولما تبقى فيه مضطر انك تخش كلوز كومبات، حاول دايما تبروك الباسيف بتاع الدبليو. انت هتبتدي تطور الكيو بتاعتك اول حاجه. لو بتلعب اتاك دامج، زي ما قلت لك، بتقف في الاول دايما بتحاول انك تضرب كيوهات. الدبليو مع الكيو، الدبليو كيو سكيلها مهمه جدا، لان زي ما قلت لك هي بتطلع ماجيك دامج وانت اصلا ما بتلعبش اي بي، فانت هيبقى معاك ماجيك دامج واتاك دامج. فالدبليو مهمه جدا، حاول ما تمسش الدبليو. يعني الدبليو حرفيا هي اللي غالبا اللي هتساعدك اصلا انك تكسب الفايت. اهم سكيلها في فاروس ومحور فاروس اللي انت لو اتقنتها تقريبا هتتقن فاروس بنسبه 100%، هي الدبليو. في الليت جيم يا باشا، انت حرفيا انت لسالتي، انت اي حد فاهم كيو منك هتشيل نص هيلث، فاهم. فهو لسالتي فاروس حلو لاي حد بادئ فاروس. لو انت شخص محترف فاروس شويه، هتنتقل للبيلد اللي بعده، اول هو اتاك سبيد. اتاك سبيد بالنسبه لي، رغم ان حاليا لسالتي فاروس يعني قوي جدا، فاهم يعني، وهشرح لك دلوقتي في جزء البيلدات، لكن اتاك سبيد فاروس هو اكتر عمليه، وبالنسبه لي اكتر شمولا. يعني انت اعتمادك بيكون على الاوتو اتاك اكتر، والدبليو بشكل عام، معاك لايف ستيل، معاك كريتيكال، اتاك سبيد، فاهم. حرفيا انت يعني فكره انك تشحن كيو من بعيد دي ما محتاجهاش قوي. ممكن تبدل ايتم مثلا من الايتمات اللي ظاهره قصادك ديت، فاهم، بريفت ميكر مثلا، فاهم، تديك لايف ستيل وشويه ابيليتي باور تعلي دامج الدبليو، فاهم. فبالنسبه لي لو انت شخص مبتدئ بفورس، ابدا لسالتي، بعدها انتقل لاتاك سبيد، ثم ابيليتي باور. ابيليتي باور بقى تلعبه امتى؟ بص يا باشا، لو انت تلعب اي دي سي، فانت في معظم الاحوال تلعب اتاك دامج، ما تلعبش ابيليتي باور. ليه بقى؟ انك اولا هتحتاج تانك معاك، وتانك يعني مش تانك حد، محتاج سبورت حلو معاك، لان اي بي فورس صعب زي ما قلت لك. انت مشكلتك في الميد لين، انت بيبقى اسهل لانك بتلاند سكيلتك كلها على سنجل تارجت، فانت الدمج بتاعك كله بتعمله على تارجت واحد. خلاف ان في بيلد هشرحه لك قدام، البيلد ده حرفيا اجمد بيلد الفورس تشوفه في حياتك. بيلد اي بي ده خلاص مش حاجه ثانيه احسن من الدنيا، بعدين مش هتحتاج تلعب شم التاني اصلا، فاهم. فانت يعني لو هتلعب اي بي في حالتين، التيم بتاعك محتاج حد ابيلتي باور، ما عندهمش ابيلتي باور، وانت محتاج حد اي بي، فهتخش تلعب بفرص اي بي، او قصادك تنكات.
خلاف كده العب اتاك دامج. نيجي بقى للميد لين. ميد لين بقى فاهم، فاحنا هنشرح على البيلد ده. البيلد ده انت بتلعب الكتريك، تمام؟ الكتريكيوت ديت ليها كومبو معين، انت حرفيا بتشيل نص هيلث اللي قصادك فعليا بسكلايه، ما بتحتاجش تلعب كتير يعني فاهم. هو بس فاهم سكلايه مع كام اوتو انت فعليا هتسيح اي حد قصادك، اي حد بمعنى اي حد. انت بتخش اللين حاول دايما انك تحسن الماكرو بتاعك. سلو بوش الويفا، ما تبوشش، ده غلط، ما تبوشش، لان دايما الشانجل اللي قصادك هيحاول انه يجنكك، لان فرص من الشمالات قويه جدا فاهم. هتلاقي دايما الناس بتفوكس عليك، فانت دايما حاول انت ما تبوشش الويفا، سلو بوش. استنى قصادك يقرب من الفرم، لان هو مش هيفضل تتطور طول عمره يعني فاهم. هيحاول يفرم، كل ما يجي يفرم اديله اوتو اتاك، كل ما يفرم اديله اوتو اتاك لحد ما يجمع 3 ستاك، تديله كيو تبورك باسيف الالكتريكيوت. دامج الالكتريكيوت مع الكيو انت عارفين فعليا بتشيل نص تلسل قصادك. وفي حاجه حلوه ممكن تعملها، حاول دايما انك تضرب اوتو، تستنى شويه تضرب 2 اوتو وبعدين كيو، بتفعل الالكتريكيوت مع الكيو بتاعتك، او تضرب اوتو بعدها 2 اوتو بس هتسيب مسافه من اول اوتو وتاني اوتو، بعدين تفتح دبليو على طول كيو. كانت ضربت دبليو مع الكيو مع الالكتريكيوت حرفيا انت شرمطت اللي قصادك. اللي قصادك ده خلاص بص يعني فاهم، هيرجع يا اما هيرجع البيزا يا اما هيبقى فاضل كله اتش بي، وفعليا انت ساعتها هتبقى معاك ادفانتج عليه، انك لو دخل عليك هيقتله، انك بتديله اكسكيوت. انت بمجرد ما اللي قصادك ينزل الاتش بي بتاع 30% انت خلاص، لان زي ما انت فاهم البيز دامج بتاعك في الايرلي جيم عالي. انت عامه سواء بتلعب لساليتي او اتاك سبيد اللي هو انت مالكش علاقه بالابيليتي بار، العب دايما على الدبليو في الايرلي جيم بالذات، العب على الدبليو، لان الدبليو البيز دامج بتاعها زي ما قلت لك حلو، هيفيدك خصوصا في الليل. حاول دايما لو انت بيلعب قصادك شامبيون مثلا زي زد او شامبيون فاهم هيرخم عليك بعد ليفل 5، حاول من اول ليفل تقرفه. حاول دايما تجيب فيرست بلود من ليفل 2 او ليفل 3. Escape my aim. نيجي لجزء الكاونترز بقى، ازاي تكاونتر فارس. بص لو انت محترف في تشامبيون وامكانياتك عاليه بيه العب بيه عادي، هو الموضوع مش صعب. انت كل لو انت مثلا بتلعب بزد، فانت كزد من زد انت بتخش اول حاجه بتعملها انك مش بتتريد لحد ليفل 3، مجرد ما تفتح الشادو بتاعك انت بتقف ورا، حتى لو بسلو بوش الويفا حاول تفرم الكيو، ما تحاولش تضربه هو بالكيو فاهم يعني، حاول تفرم الكيو لانك هتبقى بهايند في الفرم، وفكره ان انت بتحاول تطلع باقل الاضرار. فدايما حاول تستنى لحد ليفل 3، اول ما تفتح الشادو بترمي الشادو مش وسط المينيونز، يعني ما تعملش زي اي من زد بشوفه بيرمي الشادو في وسط المينيونز، لا ارمي جنبه بحيث ان الكيو لو عدت على مينيون بعدين عدت على فاروس الدمج بتاعها بيقل، تحاول تطلع الماكس دمج بتاعها. ابدا بالكيو الاول عشان ترجع لك انرجي، بعدين فاهم، وافضل كرر العمليه دي لحد ما الاتش بتاعه يقل لنسبه 50%. مجرد ما تفتح الار لو الاتش بتاعه قل 50% انت جاهز انك تخش عليه فول اول ان فاهم، وحاول تدوج يعني. ولو انت حاسس ان انت فاهم يا جدعان يعني الموضوع مش عيب، لو انت حاسس ان انت مش عارف تواجبه في الليل هات ماشي ريزيست، مش حرام يعني. زي ما موندو بتجيب له انتي هيل، طبعا ما حدش بيجيب له موندو انتي هيل يعني دي كارثه برضه، غرض صدق هات ماشي ريزيست يعني. ايه يا جدعان انزل العب اللين بجد. الفكره في انك تكسب اي حد، المفتاح انك تكسب اي حد في اللين، مش فكره ان الشامبيون ده بيكونتر الشامبيون ده. يا عم لو نزل قصادك بيومي وانت داخل مستهتر باللين هتخسر، لازم تكون فاهم ان انت ما ينفعش تستهتر باللي قصادك ايا كان مين. بس ده كان كله عندنا في الفيديو النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، وتفعل زر الجرس، وبس.